مولودية الجزائر. شوف الكرة، شوف اللعبة وشوف التصدي من قايم رباح بتسديدة من ساليو بانغورا. الحارس قايم رباح كان في الموعد وانقذ مرماه من اول اهداف في هذه المواجهة لمصلحة عناصر نادي مولودية الجزائر، وانقذ الكناري من هدف محقق. كرة ان تكون افضل مما كانت الكرة الاخيرة، وهذه المحاولة الاولى في المواجهة لتسديدة ساليو بانغورا بعد اللعبة ثنائية بين وبين كيمري زينون جونيور. الحارس قايم رباح كان في الموعد. شوف الكرة، شوف اللعبة، شوف ارتدت في الأولى. زين الدين كان في المتابعة، التوسيع داخل منطقة الجزاء. ترك عناصر الكناري تتساءل وش هذا أول أهدافات المباراة لمصلحة عناصر نادي مولودية الجزائر في شباك شبيبة القبائل. هدف 0 للمولودية في انتظار ردة فعل الشبيبة بعد تلقي أول ضربات الكلاسيكو لمصلحة نادي مولودية الجزائر. يا سلام على التوزيع ويا سلام على الرأسية. دخل بديلا فجاء بأم أول أهداف هذه المباراة عن طريق أول أهداف هذه المباراة عن طريق بانغورا الحسن برأسية محكمة ومتقنة. هزت الشباك وأعلنت على أول أهداف هذه المواجهة لمصلحة نادي مولودية الجزائر. زين الدين فرحات بالمقاس وبانغورا الحسن بالراس يعطي أول أهداف هذه المباراة. ساليو وحالة طرد في هذه المواجهة. توزيع الكرة داخل منطقة الجزاء وضربة جزاء لمصلحة الكناري. لم يتردد في إعلان حكم المباراة السيد مشيلي أكرم وبطاقة صفراء. يا له من سيناريو، يا له من كرة، والحكم السيد مشيرية لم يتردد في إعلان ضربة جزاء لمصلحة عناصر الكناري. شوف الكرة، شوف باللاول التوزيع داخل منطقة الجزاء، ومن هنالك مدافع نادي مولودية الجزائر أيمن بوقرة يقع في المحظور، والحكم السيد مشيري أكرم لم يتردد في إعلان عن ضربة جزاء لمصلحة الكناري. هل هي لا 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 يجب ضبط الأنفاس وعدم الخروج على الإطار القانوني. والله بكل صراحة من أعماق قلبي مباراة في المستوى، لذلك لا يجب الدخول في مثل هذه المشادات بين اللاعبين. لا يجب تجنب هذه الأمور، خاصة أنه يتعلق الأمر بين فريقين عريقين، شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، كلاسيكو الجزائر. نعم، الحكم مشيري أكرم والتشاور مع تقنية الفار. أين يتواجد السيد حركات فاتح وغزلان محمد؟ الحكم لا يجب ضبط الانفاس يا جماعة الخير، لا يجب الخروج على الإطار القانوني للعبة. الحكم مشيرية يعود لغرفة الفار. جاء اتصال من حركات فاتح، العودة لغرفة الفار، العودة إلى الشاشة الصغيرة من أجل إعادة مشاهدة اللقطة. هي الإعادة. يبقى الحكم مشيري أكرم هو سيد القرار فوق أرضية الميدان. فيها ضربة أم لا؟ فيها ضربة أم لا؟ يبقى الحكم مشيري أكرم هو رجل القانون فوق أرضية الميدان. فيها أم لا؟ فيها ضربة أم لا؟ الكل على الأعصاب، الكل يترقب ماذا سيصدر من غرفة الفار بعد التشاور بين حركات فاتح والحكم الساحة مشيري أكرم. هل سيصفر أكرم أم سيلغيها؟ يصفرها. ضربة جزاء لمصلحة عناصر شبيبة القبائل وفرصة للعودة. أليكسيس قندوز ومدني محمد أمين.
التركيز من المدافع مدني محمد امين والكسيس قندوز. مدني والكسيس، مدني والكسيس وجه لوجه، ياخذ كمان وقته. مدني يركز، مدني يتقدم، مدني يضرب كرة، يا سلام! هدف التعديل لمصلحة شبيبة القبائل عن طريق مدني على اثر ضربة جزاء جاء بها مسعودي وفعلها وترجمها مدني محمد امين الى هدف التعديل لمصلحة شبيبة القبائل.